شركة سترايف أعلنت عن طرح جديد بقيمة 500 مليون دولار بهدف شراء المزيد من البيتكوين، يعني بيضاعفوا رهانه على استراتيجية تخزين الكريبتو. ودي مش أول خطوة كبيرة للشركة. في بداية 2025 سترايف خلصت دمج مع شركة تانية واستحواذ كامل بالأسهم، وده رفع ممتلكاتهم من البيتكوين لأكتر من 10900 عملة. الفكرة عندهم ببساطة، سترايف شايفة إن شراء واحتفاظ البيتكوين حتى مع تقلب الأسعار ممكن يجيب عائد قوي على المدى الطويل، عشان كده بيستخدموا العائد من بيع الاسهم الجديده عشان يشتروا كميات اكبر من البيتكوين. لكن التوقيت فيه مخاطره، محفظه الشركه نفسها نزلت حوالي 18% الفتره اللي فاتت، وده ممكن يعكس تقلب البيتكوين او حاله السوق عموما. للمستثمرين والمراقبين، خطوه سترايف بتدل على ان شهيه مؤسستها راجعه للبيتكوين، رهان ان السوق هيرتد، بس برضه ده رهان عالي المخاطر. النجاح بيعتمد على ان البيتكوين يتعافى ويتفوق على الاصول التقليديه مع الوقت. اكتبوا لي في الكومنتات وما تنسوش تعملوا متابعه عشان نكمل كل اخبار الكريبتو اول باول.